عودة إليكم مشاهدينا الكرام مع فقرة الجينيال. اليوم ضيفنا أكيد راكم عرفتوه، راكم تشوفوا فيه. إذن سي سليمان، حنا عندنا كورونا ما نخمسوش. هذا شكون بعد؟ ما نخمسوش كورونا. ما عرفتنيش. انا ماشي شيخ، انا الملك ديال المغرب. بصح انت ماكش معدود في القران. واخا ما كتبوسوش اليدين نتوما. حنا ما نبوسوش اليدين. تاش اليدين هذه؟ اذا مريح راك حنا نسجدوا غير ربي سبحانه، وانا ملك الامير المؤمنين على روحك. إذا وكنا هذا الكلام قلناه للوزير الأول تاعك لما استضفناه هنا في بلاطو ويكاند ستوري. واخا ذاك العثماني الخاين جا هنا للجزائر وانا ما كنعرفش. هذوك هما الاخوان، رجل هنايا وهنا ورجل لهيه ما يتمنوش. ولكن مشى معك في قضية الصهاينة. واخا قضية الصهاينة فيها اسرار، فيها اسرار ديال القصر ما كتعرفهمش انت بلا. وشنو هما الاسرار ديال القصر؟ اسرار كبار عليك. دابا نسكت، ما تعرفهمش، اسرار كبار عليك بلا. ولكن شفنا انه مثلا الصهاينه قدروا يفكوا بعض الاسرار، الصراع اللي ما بين الاميرات في القصر. اش راك باغي تعرف انت؟ راك باغي تدخل لحياة الملك والاميرات والامراء؟ هذا الكلام اللي نقول لك الصهاينه هما اللي فكوه، احنا ما قلنا والو، احنا رانا دائما جوارين ومحترمين نفسنا. الصهاينة دخلوا وانت شا باغي تعرف؟ مازال في المملكه الجدل كبير حول تطبيع مع اقول له اليهود خطر على الشعب المغربي، وخطر على القصر وعلى غيره. حنا نهضروا على الصهاينة ماشي على اليهود. كل شيء دروينا كاع مع بعضها. وانت هذا هو الجار دايرك ياك تجيب لها اليهود. واخا دابا يوجعني راسي، انا ما باسش يديا وانا الملك وزيد راه يهضر. ودي يبان لي واش هذا مريض. اذا سي او الملك محمد السادس، انت عاود ولا حبينا نناقشوا معاك قضيه قبول او قضيه التطبيع مع الصهاينه والجدل اللي راهو في المملكه، والشعب المغربي خرج مؤخرا، شفناه خرج يندد بكل هذا الشيء وحاول حتى اسقاط المملكه. واخا انا بعد التويته ديال ترامب ما كربحت الصحراء، ما كربحت الرضا ديال الشعب المغربي، ما كربحت راحتي انا ملك. اذا ولكن ترامب راح، تويتر راح، وهذا الشيء قالوا بايدن. اذا الاعتراف راح. اعتراف راح بصح تويته ترامب دار تويته، واخا انا شفت تويته في تويتر وقال باللي الصحراء ديالي انا ديال المغرب، ولكن ما بقاتش، راح تويت هذاك. انا عيوني دابا يعيوني جماعه الاتحاد الافريقي وجماعه الاتحاد الاوروبي، غلقتوا عليا جميع الابواب.